الاضطراري اللي حدث بخروج خليفي ودخول لاعب زكريا. هذه محاولة لفائدة فريق حسنية أكادير، محاولة لفائدة الحسنية وهدف ثالث. محاولة لفائدة الحسنية وهدف ثالث. فراغ مهوي. جيل بيوغو يسجل الهدف الثالث تحدثت عليه عزو منذ بداية المباراة. حذاري من الهجمات المضادة لفريق حسنية أكادير، لأن الحسنية ومن خلال النظرة الأولى على مجريات المباراة كيتضح على أنه خطير في الهجمات. هدف كان في المتناول ديالو. هدف ثالث لفائدة فريق حسنية أكادير. كنتابعوا العملية اللي أعطت الهدف الثالث، يعني ضربة قاضية لفريق الجيش الملكي. إذا كان الجيش الملكي يحاول إضافة فوز آخر لرصيده، فالحسنية حضر لمدينة الرباط من أجل مباغتة الجيش، وبالفعل نجح في ذلك، وحتى الآن فهو متفوق ب3 أهداف لهدف واحد. وكما شرط لك في هذاك جيميلكو، فهو رغم أنه الوحيد في الهجوم ديال